ايوه هو كده. عايزين تعملوا ثوره وحشين يا اخواني يا منين؟ عايزين تهدوا البلد. ده لسان حال اللجان السياسيه والنظام حاليا، وفي حالات تقيؤ واسهال ومغص شديد لدرجه ان هم خلصوا الادويه الاسهال في الصيدليات. طب ليه؟ اصل هيقوموا بثوره يوم 25 يناير. طب مين ادعى للثوره؟ وهل في قوه معارضه سياسيه خارجيه، لان احنا ما عندناش معارضه داخليه، دعت للنزول يوم 25 يناير؟ لا يوجد، باستثناء تكهنات ليلى عبد اللطيف. طب وبعدين هل تكهنات ليلى عبد اللطيف قادره على رعب عبد الفتاح السيسي للدرجه دي، ولدرجه ان هو بقى ينقل المعتقلين السياسيين داخل العاصمه الاداريه؟ لا. طب ايه اللي حاصل؟ هل الرئيس الامريكي الجديد اللي قال ما مش هرحم حد وطلع يجري عشان يعمل معاه صفقه لشويه اكسسوارات كده ملهاش لازمه بنص مليار 500 مليون؟ ولا تقارير ضياء رشوان عن حاله الشعب والشارع اللي ما بقاش طايقه ومحدش فينا عايزه، وبقول له يا سيسي ان الناس دلوقتي بتمشي في المواصلات تتكلم مع بعض وتدعي عليك، والمجرد ان حد يذكر اسمك كل بايه ممكن يعملها معايا؟ ولا انت خلاص بقى عرفت ان احنا جبنا اخرنا وما بقناش عايزينك والشعب هيطلع عليك؟ طيب هتخش امتى بقى العاصمه الاداريه وتتحمى فيها؟ ولكن هرجع واقول لك يا سيسي رسالتي المعتاده: اراده ربنا فوق كل شيء. حلو، ده اول شيء. واذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. عارفينك مرعوب من النموذج السوري اللي احنا شفنا حقق نجاح حلو، وجاي لك الدور يا ديكتاتور ويسقط حكم السيسي وعصابه المجلس العسكري.